دلوقتي بس تقدروا تعرفوا قد ايه شغل الريزن غالي. اثناء الشغل بتاعي من غير ما اخد بالي خالص خالص وانا بصب اكتشفت ان القالب بايظ خالص تماما، او مش بايظ كمان. ساعه لما انا كنت بصب بعد ما صبيت اكتشفت ان هو في حاجات، يعني القالب نفسه عمال يطلع لفوق بطريقه غريبه. وبعدين قلت لا لا، هو اكيد كويس مظبوط. بعدها بساعتين فعلا اكتشفت ان القالب بعد ما صبيت جوه الريزن طلع لفوق، والريزن اتجمع على الجوانب، والموضوع باظ خالص. يعني الريزن باظ خالص، يعني تقريبا كيلو ريزن باظ خالص. مش متخيله ان ده حصل. فحاولت ان انا اهدى كده، اللي هو ايه ده، في كيلو ريزن ضاع. فلا لا، ان شاء الله خير. انا هحاول ان انا اصلح الامور ديت. وبالفعل قررت ان انا اسيب القالب زي ما هو واكمل عليه الريزن، لان انا لما بخلص قلت احط عليه طبقه شفافه كمان عشان يديله منظر. وفعلا بعد ما خلص وبعد ما نشف طلعته من القالب وشفته بالمنظر اللي هوريهولكوا دلوقتي. بعد كده بعد ما خلصت قلت خلاص، انا ربنا هداني الفكره. قلت ليه لا ما اعملش الفكره ديت. وهي فكره ان انا القالب الشياله هما بيكونوا 3 ادوار زي ما انتوا شفتوا. فانا قررت ان انا اخد الدورين اللي هو الاولاني والتاني الصغير والوسط، وقررت ان انا اعملها ساعه زي ما انتوا شايفين اهي، ساعه.
انا مبهوره والله بيها، شكلها حلو جدا وعجباني بصراحه. على فكره انا يعني هي معروضه للبيع مفيش مشكله، بس انا العيب اللي فيها ما ينفعش يكون شياله فخليته يكون ساعه. التانية اللي حصلت دي بدل ما هي هتكون عيب في الشياله خليتها تتدارى بالمكنه بتاعت الساعه. الملخص من الكلام ده كله عشان مطولش عليكم ان الريزن غالي وبيكلفنا كتير وبنتعب قوي وبنصرف فلوس كتير، وممكن تحصل حاجه زي كده تضيع المشروع بالكامل. فانا بعد ما خلصت كل الفيلم ده قلت لا خلاص انا هجيب قالب تاني خالص ونشتغل من اول وجديد. وفعلا جبت قالب جديد، اشتريت قالب جديد للشياله واشتغلت الشياله، وهسيبكم مع الشياله التانية اللي اشتغلتها. بعد ما خلصتها وبعد ما نشفت حبيت برضو ان انا وانا بركبها ان انا اوريها لكم بركبها ازاي، عشان في ناس بتبقاش عارفه ازاي الشيالات بتتركب. فدي فرصه عشان لو الناس بتطلب اوردرز للشيالات ما بيبقوش عارفين ازاي يركبوها. واللون البيج الفاتح دوت شكلها حلو جدا. طبعا دي اول حاجه عملتها بيها فهي اللي حببتني في الالوان كلها. التقسيمه نفسها زي ما انا وريتكم في الفيديو ازاي تطلع بالطريقه دي، هتلاقوها برضو بنفس الطريقه بنفس العشوائيه موجوده في الشياله. بس طبعا في الصينيه انا كنت مزوده قوي لون البيج، بس حسيت ان هو لما يكون اخف هيبقى احلى. فبس كده حبيت اشارك معاكم تجربه من التجارب اللي انا بعملها، وحاجه من الحاجات اللي انا بحب اعملها تقريبا كل يوم كل يوم. بس كده اتمنى تكونوا استفدتوا النهارده في الفيديو يعني وعرفتوا طريقه جديده للصب وطريقه جديده للديكور وطريقه جديده للشغل بالريزن. انا حابه ان انا افيد الناس على قد ما انا كمان حابه ان انتوا تشتروا الشغل بتاعي. فلو انتوا حابين ان انتوا تشتروا الطقم ده كامل هتاخدوا معاه الساعه اللي انا عملتها دي كادو.
ايوه هتاخدوا الساعه دي كادو. لو انتوا طلبتوا الطقم كله على بعضه كامل، الطقم هحاول اصوره لكم واوريه لكم في اخر الفيديو. هو عباره عن شياله وكوسترز وصينيه وطفايه وكمان الساعه. فاتمنى يكون بجد، اتمنى فعلا يكون الفيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك شير كومنت سبسكرايب لليوتيوب شانل، وتدوسوا على جرس الاشعارات. سيبوا لي الكومنتس تحت، عايزه اشوف قد ايه الطقم كان حلو ولا وحش. برضه عرفوني رايكم لان رايكم بيهمني جدا. بس اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. يلا باي باي.